بل يروى عن بعض السلف أنه قال ما أسر أحد سريرة إلا أظهرها الله على صفحات وجهه، فيرى في وجهه القتمة ويرى في وجهه القترة وذل المعصية، إلا أظهرها الله على صفحات وجهه، بمعنى أنه لا يرى فيه النور والبهاء، إلا أظهرها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه. دائما ما تقع منه أو تصدر منه الكلمات التي فيها مخالفة لشرع الله عز وجل ودينه، بل إنه قد تصدر منه بعض الكلمات الكفرية والعياذ بالله، تصدر منه بعض الكلمات الكفرية والعياذ بالله، شعر أو لم يشعر. والسبب هو فساد القلب، فليحذر الإنسان من فساد قلبه، فإن ذلك يكون سببا في فساد أقواله وأعماله. لهذا الحديث الذي تقدم، هذا بعضهم يرتكب بعض المحرمات ويختلط بالنساء ويصافح النساء ويتحدث إليهن، وبعد ذلك يقول لك والله قلبي صافي. أنتم قلوبكم ما أدري كيف، أما نحن الحمد لله قلوبنا صافية، قلوبنا بيضاء. نقول لو كان قلبك صافيا لما فعلت ما حرم الله عز وجل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ماذا؟ إذا صلحت صلح الجسد كله. ما يمكن أن يكون قلبك أبيض وصافي وأفعالك مخالفة لشرع الله عز وجل ودينه. إذن هذا يدل على فساد القلب، فلا يغالط الإنسان نفسه. قلبك لو صلح لصلحت أقوالك وأفعالك، ولما اعترض الإنسان على شرع الله ودينه بمثل هذه الاعتراضات التافهة. قل لك قلبي صافي. وبعضهم يقول النبي عليه الصلاة والسلام يقول إيش؟ التقوى ها هنا. نقول نعم التقوى ها هنا، لكن لو صلح ما ها هنا لصلحت أقوالك وأعمالك. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر ماذا؟ إلى قلوبكم فقط، إلى قلوبكم وأعمالكم. فإذن عليك أن تصلح قلبك وأن تصلح أعمالك، وإذا صلح قلبك صلحت الأقوال والأعمال.